تريليتشيا الكيكة التركية كيفاش نوجدوها؟ وكما عودتكم دائما بطريقة اللي هي سهلة بسيطة، والمقادير موجودة في كل مطبخ. آلة كيك على قلبي، تجي العجين ديالها كأنها ديال لاجينواز وهي بمقادير الكيك العادية. وباش توصلوا بمزيد من الجديد نضموا الى حسابي اطباق بيتنا مع فله. وهنا نبقاو مع التريليتشيا اللي غادي نحتاجو ليها 4 البيضات اللي يكونوا متوسطين بحرارة المطبخ، تنضيفوا عليهم معلقة صغيرة فاني سائل وكاس السكر. بالنسبه للعبر في الميزان هكا 200 غرام. تنطربوا الكل في الكل هكا بالطراب الكهربائي كما شفتوا، تيطلع لينا القوام تيولي بحال شكل الثلج هكا كيشتو. الا ما عندكمش الميزان عبروا بكاس العنبه نفس المقياس. وهنا تنحتاجوا نصف كاس زيت نباتيه، وتنضيفوا كذلك كاس الحليب ومعلقه كبيره الخل هكا نتفاداو الزفوريه البيض، ونفس الكاس باش عبرنا بقيه المكونات غادي نعبروا به الدقيق اللي غادي نحتاجو 2 كيسان وربع كاس نشا وواحد الخماره من فئه 8 غرام مع قبصه ملح. تنخلطوا المكونات كلها حتى تجينا بهذا القوام هذا، تيجينا سايح هكا كيشتو. تنديروا في واحد اللاطه اللي تندخلوا بها الفران، تنشعلوا ليها من تحت 180 درجه حتى تاخذ لون ذهبي هكا كيشتو. تنخرجوها، ومن بعد ما تنخرجوها تنقلبوها على ظهرها، عاد تنسقيوها بشويه الحليب، وملي تنقلبوها تنرجعوها لنفس اللاطه فاش كانت. وهنا بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو نص كاس سكر، علبه كريم شونتيي 100 غرام، وتنحتاجو نص كاس بودره الحليب مع 2 كيسان الماء نفس الكاس باش عبرنا المقادير كلها نعبروا بها. وإلا بيتو القوام ديال هاد الكريمه هادي تجيكم ثقيله شي شويه ديروا غير كاس الماء، اما الا بغيتوها خفيفه وتكون الحجم مضاعف ديروا 2. وإلا خدمتو بالحليب فما تحتاجوش هكا بودره الحليب. تنضيفوها على وجهه الكيك ديالنا وتنملسوها مزيان حتى تجي هكا طبقه مسطحه. تنديروها في الثلاجه تبرد مزيان. وهنا غادي ندوزو نقادو كريم كراميل اللي غادي نديرو كطبقه اخيره اللي غنحتاجو ليها كاس السكر مع نص كاس الماء، وتنخليوها حتى تتحمر كيما هكا كيما شفتوا. عاد تنضيفو معلقه مبومبيه هكا زبده، ومن بعد ما تذوب الزبده عاد غادي نضيفوه كاس الماء وتنحركوه مزيان حتى تنتيقنوا ان السكر ما بقاش هكا في الكريمه. عاد تنضيفوا نص كاس الماء فيه معلقه نشا مبومبيه. من بعد ما تنحركوهم على البارد عاد تنضيفوهم للكراميل وتنحركوه حتى تيجيونا هكا الفقاعات، وتنديروا في شي اناء هكا اللي غادي يسهل علينا العمليه، وتنضيفوها هكا فوق الكريمه. وما تنضيفوهاش حاميه لان غادي تذوب لينا الكريمه، ما هي بارده ما هي حاميه. وتنوزعوها هكا حتى تيجينا هكا متساوي. وهنا تنكونوا شيطنا شويه من الكريمه وتنديروا بها خطيطات هكا كيما شفتوا. وعلى السريع مع هاد الكراميل باقي سخون واحد شويه هكا تيجي الفينيسيون مزيان. والكريمه البيضاء اللي درنا بها خطيطات ما تنديروهاش في الثلاجه، تنخليوها على برا على درجه حراره المطبخ باش هكا ملي نجيو نديرو خطيطات ما يجيناش هكاك قاصح كارب. ومن بعد تنخليوها حتى تبرد مزيان عاد تنقطعوها. ومني تنقطعوها تنمسحو الموس هكاك باش يجي الفينيسيون كي هكا مرتب متول من داكشي. كونوا على يقين هاد كيكه التريليتشا ما كاين ما خير منها، وخاصه الحراره هذه والنفسيه محتاجه شي حاجه بارده منعشه مع كاس الليمون اولا الحامض. يا سلام. وتنتمنى منكم خوتي ما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتشجيعاتكم هكا باش نتشجع نزيد مزيد من الوصفات.